في الفيديو ده هنعرف مين هو مارجرجس، مين اللي اكتشف جسده، مين اللي كتب سيرته، وحبة معجزات وتعزيات عنه، وإيه هما السبع أكاليل. في القرن الثالث الميلادي كان العالم الروماني في عز جبروته. الإمبراطور دقلديانوس أعلن حرب مفتوحة على المسيحيين، اللي يرفض السجود للأوثان مصيره الموت. وفي وسط العاصفة دي ظهر شاب من كابادوكيا اسمه جرجس، ابن عيلة نبيلة غني جدا، أبوه قائد جيش وأمه مؤمنة بالمسيح. جرجس القائد المؤمن ما كانش شخص عادي، ده كان قائد في الجيش الروماني، شجاع محبوب وسنه حوالي 20 سنة بس. لكن لما عرف بأوامر الإمبراطور بقتل المسيحيين وقف قدام الكل وقالها بصوت عالي: أنا مسيحي. دقلديانوس اتضايق جدا، إزاي ضابط كبير يرفض أوامره؟ أمر بعذابه بأبشع الطرق. من ضمن العذابات دسوه في جير حي، بس ربنا ما سابهوش. قطعوا جسمه بالسيوف، شدوه على دولاب مسامير، سقوه سم قاتل، علقوا من رجليه أيام، دخلوه في بطاقة نحاس محماة بالنار. كل دي عذابات بسيطة من اللي حصلت له، لكن في كل مرة يحصل العجيب، جرجس يشفى بمعجزة، والجنود نفسهم كانوا يتعجبوا إزاي لسه حي. عذابه ما كانش بلا هدف، كل مرة جرجس يصرخ ويقول: المسيح هو الإله الحق. ناس كتير اتأثرت بكلماته، حتى زوجة الإمبراطور نفسها الملكة الإسكندرة آمنت بالمسيح واتقتلت بعده. أما بقى عن أشهر حكاية عن مارجرجس هي قصة التنين والأميرة. الكنيسة بتقول القصة دي رمزية، التنين الشر والوثنية، الأميرة النفس البشرية، وجرجس هو البطل اللي بالإيمان انتصر على الشر. يعني المعنى إن الإيمان أقوى من كل وحش، سواء كان حقيقي أو مجازي. نتكلم بقى عن مين اللي اكتشف جسده. جسد مارجرجس اكتشف بحسب التقليد الكنسي في مدينة اللد في فلسطين حالياً، وبيقال إنه دفن فيها بعد استشهاده. الكنيسة هناك بتحتوي على جزء من رفاته كمان، إنه أجزاء من جسده اتوزعت على كنايس كتير في العالم، منها في مصر زي كنيسة مارجرجس في مصر القديمة. اللي كتب سيرة القديس مارجرجس، قصة حياة واستشهاد مارجرجس، كتبها مؤرخون كنسيون في القرون الأولى وبتتسجل فيه. السنكسار القبطي كتاب سير القديسين والقديسات حسب أيام السنة القبطية. كمان فيه مخطوطات سريانية ويونانية قديمة بتوثق قصته، واترجمت بعد كده للقبطية والعربية. ومعظم القصص اللي بنعرفها دلوقتي مصدرها من الروايات الكنسية والمعجزات اللي الناس نقلوها على مر الزمن. السبع أكاليل. 1. إكليل الإيمان، بيشير إلى الإيمان القوي اللي اتحلى بيه مارجرجس وثباته في الإيمان بالمسيح حتى في وش الاضطهاد. إكليل الشجاعة، بيدل على شجاعة مارجرجس في مواجهة الظلم والاضطهاد وعدم خوفه من الموت في سبيل إيمانه. إكليل العفة، بيمثل العفة والقداسة اللي عاشها مارجرجس واللي كانت جزء من حياته الروحانية. إكليل البتولية، بيشير إلى بتولية مارجرجس أي عذريته، واللي كانت علامة على نقاء قلبه وروحانيته. إكليل الاحتمال، بيرمز إلى قدرة مارجرجس على احتمال الآلام والعذابات اللي تعرض ليها في سبيل إيمانه. إكليل الجهاد، بيدل على جهاد مارجرجس الروحي والجسدي في سبيل الدفاع عن الإيمان ومحاربة الشر. إكليل الشهادة هو الإكليل الأسمى
اللي ناله مارجرجس باستشهاده في سبيل إيمانه. الكنيسة بتمجده بلقب أمير الشهداء لأنه نال مجد عظيم نتيجة لصبره واستشهاده. نيجي بقى عند آخر إكليل الشهادة. بعد 7 سنين عذاب، دقلديانوس أمر بقطع راسه، وكانت دي سنة 303 ميلادية، ومن اليوم ده الكنيسة لقبته أمير الشهداء. سبب شهرة لقب أمير الشهداء مش بس لأنه تحمل العذاب، لكن لأنه أعلى شهيد اتكتب عنه في مخطوطات الكنيسة الشرقية، وفيه حوالي 20 كتاب قديم بالكامل عن سيرته. لو انت وصلت لحد هنا والفيديو عجبك، أتمنى تقول لنا عاوز الموضوع الجاي عن ايه، وتعمل شير.